بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بعد حرب 67 مصر اتعرضت لأزمة اقتصادية عالية جدا جدا، لدرجة ان كنت ممكن تخش البقالة ما تلاقيش اي حاجة تشتريها، ويا اما في ازمة سكر، يا اما في ازمة رز، يا اما في ازمة زيت. القصة دي حصلت في الفترة دي ان مصر ما كانش فيها زيت تقريبا خالص. وبعدين ابونا الربيطة اللي في دير البراموس، واحد راح اشتكاله وقال له احنا يا ابونا جايين مسافرين علشان نزور الدير، فقدموا لنا في المضيافة بتاعت الزوار فول عشان ناكل، لكن ما كانش فيه نقطة زيت. وابونا قال مفيش زيت. ابونا الربيطة جاب ابونا المسؤول عن المضيافة وقال له ازاي ما تقدمش للناس زيت؟ فراح قال له كده، قال له مفيش غير 4 ازايز زيت في الدير كله، انا شلتها للاباء الرهبان. فابونا اتضايق قوي، قال له هي دي الرهبنة؟ هي دي وصية المسيح؟ طلع ال4 ازايز زيت لغاية اخر نقطة. قال له بس احنا كده مش هنلاقي زيت. قال له مش مشكلة، بس لازم نكرم الضيوف اللي جايين وتعبانين ومسافرين. الحقيقة الراهب قطع وطلع 4 ازايز زيت، لكن كان عن غير رضا. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان بعد شوية ابونا لقى رحلة جاية، اتوبيس فيه حوالي 50 واحد. يعني الزيت خلص، ده لو كل واحد خد له معلقة زيت الزيت كله اللي في الدير هيخلص. وفعلا دخلوا ابتدوا ياكلوا، وبعدين لقى واحد بيناديه من الرحلة دي، قال له يا ابونا احنا جايبين تقدمة صغيرة، احنا عارفين ان مصر ما فيهاش زيت، لكن في واحد كده من تجار الجملة بتوع التموين لما عرف ان احنا جايين الدير بعت حوالي 10 صناديق، كل صندوق فيه 12 ازازة زيت، كل ازازة كيلو كامل. ابونا فرح قوي قوي قوي، والربيطة عرف، فجاب ابونا وقال له خلي بالك، انت كل يوم بتصلي صلاة الساعة 3، في مزمور بيقول كده طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشدة ينجيه ربنا. فاحنا عملنا عمل خير، فلازم ربنا هيرد لينا اضعاف. يا ريت انا وانتم نفتكر في الفترة الجاية والايام اللي جاية اخواتنا اللي محتاجين يفرحوا، اخواتنا اللي ممكن يكونوا بقالهم فترة تعبانين قوي وبيعانوا من ظروف اجتماعية صعبة. ربنا يحنن قلوبنا عليهم، وربنا يحنن قلبه علينا. صباح الخير.